وانت صغير كنا دايما مخبيين عشان كنت سابق سنك، ودايما كده جوابك حاضر على طرف لسانك. لقد استنفذنا كل وسائل الأرض ولم يعد لنا إلا السماء. يعز علينا يا ربنا أن يكون بيننا ظالمون أو فاسدون. يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. اللي أنا عايز أقوله للناس يعني إحنا بخير والأمور ماشية كويس الحمد لله. بس إحنا ظروفنا صعبة أوي، وخلوا الناس الطيبة تدعي إن ربنا يفرج علينا. العيب فين؟ العيب في الجيب. ايه اللي في الجيب؟ يا رب ما تهزرش بقى، العيب فين يا ابني؟ أنا بعتبر نفسي كربنا سبحانه وتعالى، يعني أنا زي ما قلت لكم ربنا سبحانه وتعالى يقول ففهمناها سليمان، يعني هو آتى سليمان القدرة على الفهم لموضوعات لا يفهمها الكثير. ففهمناها سليمان. أنا رمضان جانا يا عم، أنا نبي يا عم، القوة مني يا عم. أي حد يحكم، مش لازم حاكم بقى، رئيس مؤسسة أكتر من 8 سنين شخصيته تتغير، حتى إذا كان نبي هو بيقول كده. وإذا كان ده يرضي ربنا يبقى اللي يقدر على ربنا يقدر علينا، واللي ما يرضيش ربنا إحنا هنبقى موجودين معاه، بندعمه بنأيده. وأقول يا ترى اللي إحنا بنعمله ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش؟ ده حتى ما يرضيش ربنا يا جماعة، ده حتى ما يرضيش ربنا. إن كنا بنضيع مش هيساعدنا يا دكتور مصطفى، وكنا بنخرب مش هيساعدنا. إن الله معنا، ده كلام ما يرضيش ربنا، ده كلام ما يرضيش ربنا ان احنا والله لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، استغفر الله، يا رب تبقوا زينا، والله سبحان الله العظيم. يحس ان هو مبعوث العناية الإلهية لإنقاذ هذا البلد. نوجه الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. اوجه التحية والاحترام والشكر لله سبحانه وتعالى. اوجه التحية والشكر لله سبحانه وتعالى. أنا برضو مش ممكن أنسى أن أنا أوجه كل التحية كل الشكر والتقدير لله سبحانه وتعالى. له مني ألف شكر وألف حمد، فلك الشكر والحمد يا رب، لك الشكر والحمد يا رب. أنت عارف إنه بيصلي العصر 6 ركعات كمان؟ طيب. الآية بتقول إن الله لا يحب المفسدين، يبقى عكسها أكيد إن ربنا بيحب المصلحين. شوف ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فإذا كنا إحنا بنفسد مش هيصلح عملنا، وإحنا إن شاء الله دي حكمة ربنا لا يصلح عمل المفسدين. أنا الراجل بتاع ربنا وبصلي دلوقتي واخد بالك وما بأذيش حد، وأنا بقول له يا رب يعني يا رب تبقوا زينا في إن أنتوا تعملوا حساب ربنا. بقول له يا رب يا كريم، ظروفنا صعبة وحضرتك تساعدنا يا رب، حضرتك تساعدنا يا الله. يا رب أكون عند حسن ظن المصريين بيا، يا رب أكون القوي ويا رب أكون الأمين. كل واحد يدعو لرئيس الجمهورية دعوة. والله أحسن ما قررته وقلت. اللهم احفظ عبدك عبد الفتاح السيسي ومن ما يعمل معه يا رب العالمين. اللهم احفظ رئيسنا عبد الفتاح السيسي. اللهم أيده، اللهم يسر له أمره، اللهم ارزقه بطانة الخير. اللهم احفظ عبدك عبد الفتاح السيسي ووفقه للخير لرفع الشدائد في البلاد عن العباد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن توفق رئيسنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تحب وترضاه. آمين. عايز أفضل خدام لله وللناس لغاية لما أمشي. ربنا يعيني أن أكون خادم أمين شريف للبلد ديت وليكم. أنا عايز يوم القيامة ربنا يشيلني كل حاجة عملتها. عايز إيه أكمل؟ يوم القيامة ربنا يشيلني كل حاجة أنا عملتها. والله لا أحاجي الكل يوم القيامة قدام ربنا على اللي احنا بنعمله. ويحس بقى دي مهمة قوي، أن المساءلة التاريخ والله، أو الله والتاريخ بس اللي يسألوه، الشعب مش حق يسأله. هم يومين هنقعدهم على وش الدنيا دي، وكل واحد بعد كده هيقابل ربنا، وانا زي غيري هقابله. هتروحوا من ربنا فين؟ ربنا يحاسبني، يقول لي انت كنت فاهم وساكت ليه؟ هيقول له يا دكتور مصطفى اصل كنت عايز استمر، كنت عايز افضل على الكرسي على طول. يعني هتروحوا من ربنا فين؟ هيقول لي الكرسي ده انا اللي جبتك فيه وانا اللي همشيك منه. ربنا يكرمه يا رب يا رب. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، احنا بفضل الله هنعمل، بفضل الله. بقول تاني بفضل الله عشان بس ده فضل من ربنا علينا، ده فضل من ربنا وامر غير مسبوق. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بنعمل بفضل الله سبحانه وتعالى. لو كنا احنا ظالمين معتدين ما كانش ربنا وفقنا،
ما كانش ربنا وفقنا. والله انا بحلف يا راجل من غير حلفان ما باين على وشك. اللي بيتعمل ده بدعم الهي، مش بيتعمل بقدراتنا. بقول للناس خلي بالكم، اللي انتوا فيه ده كرم من ربنا علينا. والله العظيم والله العظيم ده دعم الهي بيساعدنا عشان احنا غلابه. ده انا غلبان. خلي بالكم لما ربنا هيساعدنا دي حكايه تانية خالص. ده ربنا بقى، عشان هو ربنا هيدينا كده بفضلك يا رب. بقول له يا رب على قد اخلاصنا ومن فضلك ساعدنا. قسما بالله انا بقسم بقى، نجت مصر بكرم من الله. هو لطف الهي. بكره تشوفوا عطاء ربنا سبحانه وتعالى لبلدنا، وان شاء الله ربنا هيساعدنا. بقول لك ايه، انا رايح فين؟ هتسيبني ليه يا جميل؟ انا عايز اغور من هنا. فجي ربنا قال لي طيب انا هخلي معاك اكتر من الفلوس، انا هخلي معاك البركه، وريني هتعمل ايه في بلدك. والله العظيم انا بمشي الساعه 5 الصبح اقول له يا رب محوجين ادينا. 5 بالحب.